every single day. I'm gone. الخير عليكم وعلى كل بيتابعوا سوق المعسل العالمي. ايه الجروب البديل؟ قبل ما ابدا حلقه النهارده افكركم يا ريت كلنا نعمل انضمام لسوق المعسل العالمي. ايه الجروب البديل على الفيسبوك. ما ننساش نعمل اشتراك في القناه واللي شيشه فليفرز، ونعمل لايك للفيديو، ونعمل شير مع كل اصحابنا اللي يحبوا الشيشه علشان يوصل لنا احدث النكهات من احدث الماركات. ما ننساش طبعا نعمل سبسكرايب في القناه ونفعل زر الجرس. معكم احمد مدحت، خبير في تذوق المعسل وليس في صناعه المعسل. بينا نبدا حلقه النهارده. حلقه النهارده جديده بالنسبه لي، طعم جديد بالنسبه لي، اول مره هنجربه لاول مره موجود في السوق المصري. شركه او شركتين تقريبا بس على مستوى العالم هم اللي عملوه، يمكن شركات كمان مش كبيره، لان في دايما زي ما بنقول شركات مش كبيره بتعمل بعض الاطعمه او بعض النكهات مش موجوده عند الشركات الكبيره. بس النهارده معانا من المصنع العربي للدخان صاحب الماركه الشهيره معسل البرنس اللي موجود في السوق المصري من سنه 1954. يمكن هو الناس اللي بتشرب شيشه زي ما قلت قبل كده في حلقه الروبي كراش من زمان، او من اول لما الفواكه طلعت كان هو بس والنخله اللي موجودين في السوق واللي بيعملوا معسل الفواكه. المهم النهارده معايا طعم جديد. كلنا طبعا بنحب المانجا، وبمناسبه الصيف والحر بتاع الصيف برضو كلنا بنحب المانجا، بس ايه رايكم بقى لما المانجا دي تبقى ساقعه؟ بمعنى مانجو كراش. اتكلمت في الحلقه اللي فاتت عن الروبي كراش، المره دي معانا مانجو كراش من معسل البرنس. طعم جديد مش موجود خالص في السوق المصري، والصراحه انا يعني منبهر بالتجربه اللي هتحصل، وفي نفس الوقت يعني متشجع جدا ومتفائل لها كل خير. معسل برنس زي ما قلت قبل كده منزل 10 اطعمه جديده، ونتمنى خلال الفتره الجايه ان هم ينزلوا حاجات اجدد واجدد. وانا بحب يعني ان انا الاقي منتجات مصريه بالجوده العاليه اللي بقى بيها معسل البرنس دلوقتي. طيب خلونا بس كده نشوف مع بعض العلبه. مبدئيا هو الاسم مانجو كراش، هو بالظبط الفكره واضح طبعا اللي هو شبه العلبه بتاعت الروبي كراش، بس واضح ان ده مانجا، يعني هو من الاسم. احنا لسه هنشوف الطعم وهنجرب مع بعض. والتاني زي ما اتكلمت عن الحلقه، يا ريت نشوف الحلقه اللي فاتت بتاعت الروبي كراش. اوكي طيب، هنا مانجو كراش بالعربي، هنا مانجو كراش انجلش، وهنا طبعا اللوجو بتاع معسل البرنس، وهنا طبعا التيكت بتاع الضريبه، التحذير الناحيه دي والتحذير الناحيه دي، حاصل على شهاده الايزو 9001 زي ما احنا شايفين كده، وعلامه الجوده هنا، ومكتوب طبعا صنع طبقا للمواصفات القياسيه المصريه، ويحفظ بعيدا عن الحراره والرطوبه. معسل البرنس انتاج مصنع العربي للدخان محمد عباس واولاده، صنع في مصر. ما تيجوا نجرب نشوف المانجو كراش عامل ازاي. تعالوا نجربه مع بعض ونشوف ايه اخباره. نسيت اقول ان العلبه دي 100 جرام، ثمنها 17 جنيه ونص. ابتدى يتوزع بقى، موجود على فكره في المحلات عادي. هو فعلا لسه نازل جديد، بس خلاص يعني انا لقيته بسهوله. تمام. نشوف ايه الاخبار كده. واضح ان هو التغليفه الجديده كلها بالمنظر ده، تمام، اللي هو نفس الكيس الابيض. تمام. تعالوا كده نفتح ونجرب ونشوف ايه الاخبار. يعني شكل الكيس يا جماعه على فكره زي ما انا قلت المره اللي فاتت، هو شكل الكيس اصلا، لا، والفاكهه اللي مرسومه عليه الشكل يشد. تعالوا كده. على فكره والكيس مقفول، يعني مفيش ريحه طالعه، مفيش ريحه طالعه خالص. تعالوا بس نفتح بقى كده ونشوف ايه الاخبار كده. اهو اتمنى قبل ما اجرب الاقي الريحه اللي انا شاممها دي هي اللي في الطعم. لو فعلا ده حصل انا متاكد ان ده هيكون رقم واحد في السوق المصري. انا شامم ريحه مانجا بتلج بالظبط كده، كاني بشرب من اشهر محلات العصير، عصير مانجا. تعالوا بس نشوف يعني بصوا، هو المعسل من جوه اهو زي ما قلت. هو مفيش معسل على فكره، يعني عسل مترصد تحت، هو كله متخلط بالتبغ كويس، فدي حاجه كويسه. تمام.
زي ما احنا شايفين الراس اتعبت زي ما بيقولوا. جماعة الريحة انتوا مش متخيلين الريحة عاملة ازاي. مانجا بتلج، او حاسس ان انا دي في فريزر مثلا ومليان مانجا، يعني او فريزر ومليان مانجا. يعني بصراحة لا، ريحة قوية جدا جدا، لا ونفاسة. لا ريحة قوية. وهو اللي عاجبني في حاجة برضو، هو واضح ان الانتاج بتاع يعني لحد دلوقتي ده تاني حاجة كده هنجربها مع بعض، اللي هو المانجو كراش. قبل كده جربنا الروبي كراش. هو واضح ان ال 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 الجليسرين او العسل مظبوط، يعني مش عالي ومش قليل، لا واضح ان هو مظبوط على كمية التبغ، او على كمية التبغ اللي موجودة في العلبة. فدي حاجة كويسة جدا، ان لو ما بيزيد بيبقى مش حلو. بحيي كل الناس اللي بتتابعني، الإخوة من السعودية، العراق، لبنان، سوريا، مغرب، تونس، وطبعا حبايبنا اللي في مصر اللي متابعيني على طول، وعلى سوق المعسل العالمي الجروب البديل، وعلى القناة اللي هي ولد شيشة فليفرز. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، وشكرا ان الجروب قرب يوصل ل 10,000 مشترك. جماعة لا الريحة، ريحة المانجا لا قوية وقوية جدا، معاها تلج. بس خلونا هنجرب ونشوف. طبعا انا بستخدم فحم عادي، عشان انا مش بحب المكعبات، لان المكعبات احيانا بيضيع الفليفر اللي موجود. فانا من يعني بحب الفحم البلدي بتاعنا. تمام، يعني انا متعود عليه من زمان. طيب انا متحفز جدا، متشجع جدا لهذه التجربة. نجرب كده. طيب بصوا، عشان نقدر نفسر الموضوع مع بعض. الطعم خرافي، التجربة خير دليل. عشان في ناس في بعض الأوقات بتقول لي أنت بتقول على حاجة في بعض الأوقات حلوة وهي مش حلوة. طب أنت جربها الأول واحكم. ده طعم مانجا ساقع مش منعنع، في فرق. ده طعم مانجا ساقع. تمام. طب طعم المانجا فين والسقعية موجودة فين؟ تعالوا نجرب. طيب هو في السحبة تحسس بالتلج، ما بتنفخ تحسس بطعم المانجا، فالاتنين عاملين ميكس حلو قوي مع بعض. اللي عاجبني ان الاتنين متساويين، بمعنى ان السقعية مش مغطية على طعم المانجا، وطعم المانجا مش مغطي على السقعية. لا، هو انت بتشرب عصير مانجا مضروب بالتلج. دخانته حلوة زي الروبي كراش على فكرة، يعني الدخانة ذات نفسها نظيفة حلو. واضح ان في تطور خلال الفترة دي، وتطور كبير. يعني الصراحة نكهات فظيعة. نوعية التبغ المستخدمة حلوة جدا. الطعم مظبوط. بالنسبة بقى لمدة احتراق الحجر، فدي اللي قدامنا شوية كده ونحكم عليها.
انتوا شايفين سحبة بسيطة عاملة دخان ازاي ولا لا؟ اهي يعني سحبة ما كملتش ثانيتين تلاتة. حلوة جدا، دخانة نظيفة حلوة، جودة عالية. بالنسبة للاحتراق فاسمحوا لي هسيبكم شوية كده اقعد اجرب وارجع لكم واقول لكم الحجر تقريبا قعد مدة قد ايه. تابعوني. هو انا دلوقتي يا جماعة تقريبا بقالي حوالي ساعتين الا 10 دقايق والحجر لسه شغال ومدي نفس الطعم السقوعية مع المانجا، والدخانة لسه موجودة. فكون ان انا عندي منتج زي ده 100 جرام وب 17 جنيه ونص، فواضح ان في تطور رهيب في النكهات، خصوصا ان في مثبتات محطوطة على التبغ ذات نفسه بحيث ان الطعم يفضل ثابت لاطول فترة ممكنة. فانا عامة بشجع المنتج المصري اللي بلاقيه محترم واللي بلاقيه كويس. فده كان الريفيو بتاعي النهاردة مع معسل البرنس. هو على فكرة بالظبط يعني لو لاحظنا برضو الرسمة هو طعمه عامل زي جرانيتا المانجا زي بتاعت احد شركات الايس كريم. تمام. فانا شايف ان المنتج كويس، منتج محترم وسعره محترم. وتعالوا نجربه اخر مرة. دخانة زي الفل والمعسل زي الفل. ده كان الريفيو بتاعي النهاردة. ما ننساش نعمل اشتراك في جروب سوق المعسل العالمي الجروب البديل على الفيسبوك، وما ننساش كمان ان احنا نعمل اشتراك في القناة اللي هي والد شيشة فليفرز. اشوفكم في الحلقات الجاية، مع السلامة.